أنا حياتي كلها اتشقلبت في يوم وليلة. بابا جاله عرض شغل خيالي وترقية نقلتنا في حتة تانية خالص. سيبنا اسكندرية وبحرها وذكرياتنا وصحابي ونقلنا الكومباوند فخم جدا في الشيخ زايد. كل حاجة كانت بيرفكت، هدوء، شياكة ورفاهية، بس أنا كنت حاسة بغربة، كأني شجرة مقطوعة من جذورها. لحد ما دخلت أوضتي الجديدة عشان أرتب هدومي وأحاول أتعود على حياتي الجديدة. وأنا بفتح الشنط سمعت مزيكا مش طبيعية، كأنها بتسحرني. قمت زي المتنومة مغناطيسياً، مشيت ورا الصوت وفتحت الشباك وشفته. شاب أسمر ملامحه هادية جداً، شعره أسود ناعم وقاعد بيعزف على كيبورد في البلكونة اللي قصادي بالظبط. فضلت متنحة بجد، كأني مضروبة على دماغي من جماله وجمال عزفه. فجأة المزيكا وقفت ورفع وشه ناحيتي. عينينا جت في عين بعض، قلبي كان هيقف من مكانه. ابتسمت له بكسوف وبطريقة لا إرادية، بس الغريب والمستفز جدا إنه فضل باصصلي بجمود رهيب، مفيش أي رياكشن، كأني هوا، كأنه مش شايفني أصلا. حسيت بإهانة فظيعة ودمي غلي، رزعت الشباك في وشه بكل قوتي. تاني يوم ما قدرتش أقاوم نفسي، عزة نفسي كانت بتقولي ما تبصيش، بس قلبي كان ملهوف. فتحت الشباك بالراحة عشان أسمع عزفه من غير ما يحس. المرة دي كان بيعزف حتة مقطوعة خلت دموعي تنزل من غير ما أحس. ولما خلص من كتر حلاوتها نسيت نفسي ونسيت تكبره، وسقفت له بحرارة من بلكونتي. لف وشه ناحيتي بسرعة، ملامحه كان فيها صدمة واستغراب رهيب. فتح بقه كأنه هيتكلم، بس أنا من كتر الكسوف رزعت الشباك تاني واستخبيت. بقيت مهووسة بيه يا جماعة. بكلم صاحبتي سلمى وأقول لها أنا شكلي وقعت في حب الواد ده. سلمى تقولي عقلي يا بنتي، ده واحد متكبر وشايف نفسه وممكن يكون بيلعب بيكي. بس أنا كنت حاسة إن في حاجة غلط. نظرة عينيه فيها سر غريب، كأنه باصص لبعيد قوي. وفي يوم كنت ساندة على الشباك سرحانة في ملامحه وهو بيعزف كالعادة. فجأة باب الأوضة اتفتح جامد. ماما دخلت، عينيها جت عليا وبعدين بصت على الشباك وشافته. صرخت فيا بعصبية، انتي بتعملي ايه هنا؟ وقبل ما انطق بحرف أو أبرر موقفي، ماما بصت له بتركيز ووشها جاب ألوان، وشهقت صدمة مرعبة خلت قلبي يقع في رجليا. ماما كانت واقفة مبرقة وبتبصلي بصدمة وعينيها مليانة رعب. قالت لي بصوت بيترعش، انتي مجنونة، انتي مش شايفة؟ رديت عليها وانا بترعش ومش فاهمة حاجة. مش شايفة ايه يا ماما؟ ده مجرد شاب بيعزف، مفيش حاجة. ماما بلعت ريقها وصوتها طلع مخنوق وقالت لي الجملة اللي شلت تفكيري، يا بنتي الشاب ده أعمى. الكلمة نزلت عليا زي الصعقة. أعمى؟ شريط الأحداث كله عدى قدام عيني في ثانية واحدة. نظراته الثابتة، تجاهله لابتسامتي. إزاي ما خدتش بالي؟ إزاي كنت فاكراه متكبر ومغرور وهو أصلاً كان عايش في ضلمة، ومزيكته دي كانت النور الوحيد اللي بيشوف بيه. حسيت بوجع في قلبي ما يتوصفش، مش شفقة، لأ، ده وجع الحب، وجع الندم إني ظلمته في تفكيري. جريت على الشباك فتحته بكل قوتي. كان لسه قاعد مكانه ماسك الكيبورد بإيديه اللي بتترعش من خبطة الشباك. المرة دي ما اتكسفتش ولا خفت ولا هربت. ناديت عليه بصوت عالي ومكسور، يا يوسف. لأول مرة يرفع وشه ناحية صوتي بالظبط ويبتسم، ابتسامة نورت دنيتي ونورت ضلمته هو كمان. ومن اللحظة دي عرفت إن الحب ما بيحتاجش عيون عشان يشوف، الحب بيشوف بالقلب. وبدأت حكايتنا اللي قلبت الدنيا، حكاية شمس الليل.